قبل أن نتحدث باستفاضة عن الكروما وكيفية تنفيذ الخدع السينمائية، علينا أن نتطرق إلى عدة نقاط، حيث أن حرفية الخدع السينمائية من المواضيع المفضلة لدي، لما تتطلبه من الابتكار والتجديد في التنفيذ للخدعة السينمائية المطلوبة. والنقاط التي سنوضحها في هذه المقدمة هي: ما هي الكروما؟ وما تعني كلمة كروما؟ ألوان الكروما المستخدمة، وما هي أفضل الألوان؟ أدوات الكروما وإكسسواراتها، إضاءة الكروما، ملابس الكروما، الكروما والاستديوهات الافتراضية، الدمج بين الديكورات الافتراضية المصممة عن طريق الجرافيك، والتصوير لمشاهد الممثلين وأبطال الحدث الدرامي. نبدأ أولا، ما هي الكروما؟ هي خلفية ذات لون موحد، ويفضل فيها لونين، الأخضر والأزرق. تبنى على مساحة أكبر كادر مطلوب تصويره، وممكن أن تنصب على جهة واحدة أو جهتين، ضلعين على زاوية قائمة، أو مربع ناقص ضلع، وذلك حسب ما يستوجبه المشهد أو الشوط المطلوب للتصوير. ألوان الكروما المستخدمة، لن أدخل في هذا الموضوع بالتفصيل، ولكن يفضل استخدام ألوان معينة للكروما مثل اللونين الأزرق أو الأخضر، ويفضل اللون الأخضر لعدة أسباب.